السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله مع بعض هنبدأ بقى الاكلات الاقتصادية. هنعمل مع بعض الجبنة الكريمي. كان في عندي هنا جبنة قريش ما كانش حد عاوز ياكلها، فقلت بقى نستغلها ونعملها ليهم جبنة كريمي ونحطها لهم كده في علبة كأنها ايه، شارينها من بره ومش هيعرفوا. احسن طبعا من جبنة العلب والحاجات اللي فيها مواد حافظة. هنا خدت هنا ربع كوباية لبن مع ايه ربع جبنة قريش كانت عندي. بدأت بقى اضيف اللبن عليها كده واضربها في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. طبعا تقدر تزودي الكميه زي ما انت عاوزه، بس طبعا تقللي كميه اللبن عشان تبقى معاك جبنه كريمي. ما ينفعش تزودي اللبن عشان هتسيح معاكي خالص وتبقى طريه. بصوا زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. حطيت ربع جبنه القرش اللي عندي مع شويه لبن صغيرين كده، ربع كوبايه لبن بالظبط، عشان تبقى كريمي كده وحلوه معايا وما شاء الله مغذيه وكلها كالسيوم. احسن بقى من عبور لند وكل الجبن بقى اللي فيها مواد حافظه وكده. دي مفيده ومغذيه للاطفال وكلها كالسيوم. بصوا ما شاء الله. دي كانت علبة جبنة عندي، كنت جايبة فيها جبنة من برا، حطيتها فيها بقى، قلت عشان ما يعرفوش وياكلوها. بصوا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، طريقة سهلة وسريعة. ممكن بقى تعمليها تحط عليها زيت زيتون. هي طبعا مش محتاجة ملح، لو انت عاوزة تزودي ملح ضيفي برضو، بس انا حاسة طعمها مظبوط. الجبنة على حسب طبعا الجبنة اللي انت جايباها. الجبنة اللي كانت عندي دي ملحها مظبوط، فيدوب بس زودت شوية اللبن وضربتها كده في الخلاط زي ما انتوا شفتوا. بصوا ما شاء الله كريمي وجميلة. تعمل لهم بقى سندوتشات لو هم لسه في الدراسة او كده، او ممكن يفطروا او يتعشوا بيها. مغذية ما شاء الله. طريقة سهلة واقتصادية طبعا، احسن وارخص من الجبن اللي بره. جربوا بقى الطريقة دي وقولوا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي.